لاول مره من بعد جد كلوب ابقى خايف من ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد. عارف برضه الماتش على انفيلد وده يديني ثقه اكتر، بس انا بيدربني ارني سلوت، فانا عشان مش مستحمل خساره من اليونايتد ولا تحفيل من جمهور اليونايتد جاي اقول التشكيله اللي المفروض سلوت يلعب بيها بقيه الموسم، مش قدام يونايتد بس. وبعد التشكيله في توقع فربنا يستر. ايه؟ تعادل في انفيلد عندي هكسبهم 4-0 ميغا. ايوه يا عم دي فرقه معلوله يا عم. سريعا كده الجول كيبر ممرات جيفيلي، اللي مش متابع يعني اليسون مصاب عشان بس ما حدش يقول لي اليسون. بعد اذنك بقى يا باشا العب لي 4-1-2-1-2 زي بتاعه زيدان. هي زيدان مع ريال مدريد. الاربعه اللي ورا فريمبون، كوناتي، فان دايك، كيركس او روبرتسون مش هتفرق، الاثنين زي الزفت، بس لو عايز تمسك كوره شويه في روبرتسون، ولو عايز حد عنده قلب ويدافع كويس فكيركس عادي. رقم 6 جرافنبرج ما فيهاش كلام، يمين وتسوبوسلاي، شماله ماك اليستر، قدامهم فيرتس. عارف ان هو زي الزفت بس والله العظيم هيجي. واثنين قدام صلاح وايكي تيكي. يا باشا عادي يزاك على الدكه عادي. الوقت اللي انا بكلمك فيه ده ايكي تيكي هو الاجهز والافوق. من بقى التشكيله دي تقدر ما بين الشوطين تغير زي ما انت عايز، تطلع بقى فيرتس وتحط كيزا هاف ليفت هناك وتدخل ايكي تيكي فيرود وصلاح يرجع على الجناح. حبيت تطلع صلاح وتلعب 4-4-2 وتلعب بايكي تيكي وايزاك، يعني تطلع منها حلول كتير، بس تبدا ب 4-1-2-1-2. الفكره بقى مش في العناصر بس، الفكره كمان في التكتيك اللي هيتعمل. يعني لازم صلاح يبقى بيبدا من بره ويضم لجوه، ووقت ما صلاح يضم لجوه تسوبوسلاي يفتح على الخط، والعكس طبعا لو تسوبوسلاي دخل جوه فصلاح يفتح على الخط. نفس الكلام هيحصل بين ايكي تيكي وماك اليستر. المفروض بقى لما تحصل السويتشات دي بالنص ملعب والفراوده، عمو فيرتس يلاقي مساحات في القلب. لما صلاح او ايكي تيكي يسيب المدافع بتاعه ويروح على الطرف، المدافع اللي قدامك مش هيلاقي حد يمسكه. هنا بقى يبقى دور فيرتس انه يتحرك في القلب. بنقولها كده يعني لو عايزين نعمل دكاتره في الكوره بين الخطوط. نخش بقى على التوقع وكفايه تحليل. لو اللعيبه راجعه ناويه على فوقان 4-0 او 4-1 لليفربول عادي جدا. لو اللعيبه هتلعب بنفس المستوى ما قبل التوقف الدولي 2-1 مانشستر يونايتد، وهيبقى نهار ازرق وكارثه عليك يا ارني زفت لو ده حصل في القلب. بس ان شاء الله اتوقع يعني ان اللعيبه هترجع على فوقان، فان شاء الله مكسب كبير لليفربول. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وفولو، والاهم من ده دعم اخواتنا اللي ما زالوا بيعانوا اشد المعاناه. كان معاك الفيرود وسلام.